أهلا بيكم مرة تانية في حكايات أفلام. النهاردة أنا جايب لكم فيلم كوري هيلعب بأعصابكم وهيخلي شعر راسكم يقف. فيلم هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما ترد على أي تليفون أرضي قديم في بيتكم. القصة بتبدأ ببطلتنا سو يون، بنت شابة بترجع لبيت طفولتها القديم في قرية هادية ومنسية. بيوصلها واحد اسمه سونج هو لحد البيت، وهو سايق بيسألها عن والدتها المريضة لو راحت زارتها في المستشفى. لكن سو يون بتتجاهل السؤال لأن كل تفكيرها في مصيبة تانية، موبايلها ضاع منها في المحطة. أول ما بتدخل البيت القديم عينها بتقع على تليفون أرضي لاسلكي قديم مطرب، فبتاخده وتوصله بالكهرباء عشان يبقى عندها وسيلة اتصال. بعدها بشوية التليفون بيرن، سو يون بترد، بتسمع صوت واحدة ست على الخط التاني بتزعق وبتغلط فيها وفاكراها واحدة تانية خالص، وبتقول لها إن أمها ست مجنونة. ولما الست اللي بتتصل بتدرك إنها طالبة نمرة غلط بتقفل السكة في وشها. الموضوع غريب بس سو يون بتعديه. في نفس اليوم بتروح سو يون لدكتور والدتها اللي بيقول لها إن أمها عندها ورم في المخ ممكن يتشال بعملية، لكن العملية دي صعبة جدا ومحتاجة متخصص شاطر. سو يون بتقعد مع أمها شوية في المستشفى، وهناك الأم بتطلب منها طلب يخلي الدم يغلي في عروقها. بتقول لها تبدأ تجهز لإجراءات دفنها وتسأل إذا كان ممكن تدفن جنب جوزها أبو سو يون. سو يون بتتعصب جدا وبتخرج من الأوضة وهي بتخبط الباب وراها. بعدها بتروح تزور قبر والدها وبتورينا الكاميرا تاريخ وفاته سنة 1999. لما سو يون بترجع البيت المكالمة الغامضة بتتكرر تاني، بس المرة دي الحوار بياخد منحنى أغرب. سو يون بتستوعب إن الست اللي بتتكلم على الخط التاني بتقول لها إنها بتتصل من نفس العنوان بتاعها. إزاي ده؟ معقولة في حد تاني عايش في البيت وهي مش عارفة؟ بالليل بتصحى سو يون على صوت خبطة جامدة في البيت. بتقوم مفزوعة تشوف في إيه، بتلاقي مجرد صورة قديمة وقعت من على الحيطة، وهي بتحاول ترجع الصورة مكانها تاني بتكتشف اكتشاف مرعب. الحيطة اللي كانت متعلقة عليها الصورة دي طلعت حيطة مزيفة بتغطي وراها مدخل لأوضة تانية سرية محدش يعرف عنها حاجة. سو يون بفضولها اللي هيقتلها بتجيب كشاف وبتكسر الحيطة وتدخل الأوضة المظلمة دي. جوه بتلاقي صندوق قديم مليان حاجات، ومن ضمن الحاجات دي مذكرات بتاعت بنت، وهي بتقلب في صفحات المذكرات بتقع منها صورة للبنت صاحبة المذكرات. سو يون بتاخد الصورة وتوريها لسونج هو، الراجل اللي وصلها في الأول. سونج هو أول ما بيشوف الصورة بيتعرف عليها فورا وبيقول لها إن دي صورة يونغ سوك. بيقول لها إن البيت ده كان بتاع أمها بالتبني اللي كانت شبه الدجالين كده وليها في الشعوذة. بعد ما بيقول لها المعلومتين دول بيعمل نفسه مش فاكر أي تفاصيل تانية وبيغير الموضوع. سو يون بترجع تبص في الصورة تاني وبتلاحظ إنها متصورة سنة 1999، نفس السنة اللي والدها مات فيها. وهي راجعة بيتها بتلمح محل عليه اسم سون هي، وده نفس الاسم اللي الست الغامضة في التليفون كانت بتسأل عليه. بالليل بتجيلها مكالمة تالتة، بس المرة دي الموضوع مش مجرد كلام، دي صرخة استغاثة. البنت على الخط التاني بتصرخ بشكل هستيري، وفجأة صوت أمها بالتبني بيظهر وهي بتجرها بعيد عن التليفون. الأم بتحاول تولع فيها، لكن وهم بيتخانقوا النار بتمسك في الأوضة، نفس الأوضة السرية اللي سو يون اكتشفتها. سو يون بتروح عند الفتحة اللي عملتها في الحيطة وبتشوف بعينيها دخان ونار على السلم اللي جوه. هي شايفة حريقة بتحصل دلوقتي حالا في الماضي. شوية والتليفون بيرن تاني. سو يون بتقول للبنت أنا عارفة إنك يونغ سوك ولقيت صورتك متصورة يوم 26 نوفمبر 1999. يونغ سوك بترد عليها مصدومة، إزاي؟ النهاردة لسه يوم 18 نوفمبر. سو يون عشان تثبت لها بتقرا لها جزء من مذكراتها بتاعة امبارح. يونغ سوك بتجري على مذكراتها وبتلاقي نفس الكلام مكتوب بالحرف. هنا البنت بتتخض بجد. سو يون بتقول لها على نظريتها المجنونة، هما الاتنين عايشين في نفس البيت بس في زمانين مختلفين. عشان تتأكد أكتر سو يون بتدور على جورنان قديم بتاريخ 18 نوفمبر 1999 وبتلاقي خبر عن حادثة طيارة، وبتقول لليونغ سوك تتفرج على الأخبار النهاردة بالليل وهتلاقي الخبر ده. بالليل وهي بتاكل مع أمها بالتبني الأم بتهددها لو ما أكلتش هترجعها المصحة النفسية تاني. يونغ سوك بتبدأ تاكل بهستيريا، وبعد ما بتعصب أمها بتروح تتفرج على التلفزيون وبتشوف بعينيها خبر حادثة الطيارة زي ما سو يون قالت بالظبط. بتتصل بيها تاني فورا وهما الاتنين بيتأكدوا إن المستحيل حصل. سو يون بتحكي لها عن المستقبل، عن مطربها المفضل اللي هيرجع يغني تاني، وعن التكنولوجيا اللي هتحصل واللي في سنة 1999 تبان زي الخيال العلمي. وهما بيتكلموا الصداقة بتكبر بينهم. يونغ سوك بتحكي إن أمها الحقيقية ماتت وإن الست اللي معاها دي أمها بالتبني وبتعذبها. سو يون كمان بتفتح قلبها وبتحكي لها إزاي والدها مات في حريقة في بيتهم القديم عشان أمها نسيت تقفل الغاز. وهنا بقى بيبدأ الجنان كله. يوم 21 نوفمبر 1999 يعني في الماضي، سو يون وعيلتها وهي طفلة وأبوها وأمها بيروحوا بيت يونغ سوك عشان يشوفوه ويفكروا يشتروه. أبوها
أبوها لسه عايش في الوقت ده، سو يون الصغيرة بتطلع تجري على فوق وبتلاقي أوضة يونغ سوك مقفولة، فبيطلبوا من أمها بالتبني تفتحها. لما يونغ سوك بتظهر وبتشوفهم بتعرف على طول إن هم دول عيلة سو يون اللي بتحكي لها عنها في المستقبل. بتتصل فورا بسو يون الكبيرة وتخليها تسمع صوت أبوها وهو بيتكلم، لحظة مؤثرة جدا لسو يون اللي ما سمعتش صوت أبوها من 20 سنة. ومن هنا بتيجي ليونغ سوك فكرة عبقرية أو شيطانية، بتقول لها أنا ممكن أنقذ أبوكي من الحريقة دي بنفسي. وبالفعل يوم 27 نوفمبر، اليوم المشؤوم اللي كان المفروض أبو سو يون يموت فيه، يونغ سوك بتنجح تهرب من البيت من غير ما أمها بالتبني تعرف، وبتروح لبيت سو يون القديم. بتلاقي سو يون الصغيرة بتتفرج على التلفزيون وأمها بتحط مانيكير والأكل على النار. الأم بتسيب البيت شوية ويونغ سوك بتسرق المفتاح وتدخل البيت في الوقت اللي الحريقة بتبدأ فيه. نرجع للحاضر سنة 2020، سو يون فجأة بتلاقي موبايلها اللي كان ضايع رجع لها، والأهم الحرق اللي كان معلم في رجلها بيختفي قدام عينيها. ومش بس كده، البيت كله بيبدأ يتغير، الحيطان القديمة بتتبدل بديكورات فخمة والأوضة نفسها شكلها بيتغير. سو يون بتنزل تحت وبتلاقي جنينة زجاجية جميلة، وأول ما بتدخلها بتشوف أمها، وفجأة بيظهر والدها أبوها عايش واقف قدامها سليم. سو يون بتنهار من العياط وبترمي نفسها في حضنه، وأبوها وأمها مستغربين مالها. بعد اللحظة دي بتتصل بيونغ سوك عشان تشكرها. الأيام بتعدي وسو يون بتعيش أحلى أيام حياتها مع أهلها، وفي نفس الوقت بتفضل تتكلم مع يونغ سوك وتبعت لها مزيكا جديدة وتشاركها حياتها. الصداقة بينهم بتزيد لحد ما في يوم سو يون بتكون مشغولة مع أهلها وما بتردش على تليفونات يونغ سوك. يونغ سوك بتتصل بجنون وبتتضايق جدا إنها مش بترد. لما بيتكلموا تاني بتبدأ تظهر شخصية يونغ سوك الحقيقية المريضة. سو يون بتسمع صريخ في التليفون وبعدين بتسمع صوت أم يونغ سوك بالتبني وهي بتحذرها وبتقول لها ابعدي عنها، البنت دي هتأذيكي. في الماضي بنشوف إن أم يونغ سوك بالتبني كانت بتعمل لها جلسة طرد أرواح، معتقدة إن بنتها ملبوسة، وهي بتضربها وبتتلو عليها تعويذات ويونغ سوك بتترجاها تبطل. بعدها الأم بتروح محل سون هي وبتلاحظ إن يونغ سوك كانت هناك وبتشوف جرح على رجل سون هي. في الحاضر الفضول بيقتل سو يون، فبتبدأ تدور على اسم يونغ سوك أونلاين، ما بتلاقيش ليها أي أكاونت على السوشيال ميديا، فبتدور على عنوانها، وهنا بتلاقي الصدمة، خبر عن وفاة يونغ سوك بشكل مأساوي أثناء جلسة طرد الأرواح اللي كانت أمها بتعملها لها. وفجأة التليفون بيرن، يونغ سوك بتتصل وسو يون بتقول لها وهي مرعوبة أنا أعتقد إنك هتموتي النهاردة بالليل. في الماضي أمها بالتبني بتطلع سكينة من حوض السمك وبتروح على أوضتها عشان تقتلها، بتضرب بالسكينة في السرير فاكرة إن يونغ سوك نايمة، لكنها بتتصدم لما تلاقي السرير فاضي. يونغ سوك بتظهر وراها وهي بتضحك ضحكة شيطانية وبتمسك طفاية الحريق وتضرب بيها أمها، وبعد ما بتوقعها بتلاقي السكينة وبتواجه أمها وتقتلها بدم بارد. يونغ سوك بتحس بلذة غريبة وهي بتقتل. بعدها بتتصل بسو يون اللي كانت مستنية على نار، بترد سو يون ويونغ سوك بتقول لها بهدوء أنا كويسة، وبتكمل وتقول أنا بحس إني اتولدت من جديد. بنشوف يونغ سوك وهي بتخرج من البيت لأول مرة بحرية، مبسوطة وسعيدة، بتروح تاكل الأكل اللي بتحبه وتشتري لنفسها هدوم جديدة. وهنا بنفهم إن سو يون أنقذت صاحبتها، لكن في نفس الوقت خلقت وحش. نرجع للحاضر، سونج هو بتاع الفراولة بيجي يزور عيلة سو يون ويديهم فراولة، كلهم مبسوطين بيه وبيشكروه. في الماضي سونج هو برضه بيروح يوصل فراولة للبيت، لكن المرة دي يونغ سوك هي اللي بتفتح له، بتكون فرحانة بهدومها الجديدة وبتستعرضها قدامه وبتعزمه يدخل. سونج هو بيسأل عن والدتها لكنها بتتجاهله وبتدخل أوضة تانية عشان تجيب لبس تاني توريهوله، وهو مستنيها بيدخل المطبخ عشان يحط الفراولة، فبيلاقي أكياس بلاستيك سودا في التلاجة ريحتها وحشة جدا، وهو بيحاول يوسع مكان للفراولة كيس بيقع منه على الأرض. لما بيجي يشيله بيحس بحاجة غريبة، بيفتحه وبيلاقي الصعقة، الكيس مليان أشلاء آدمية، دي جثة أمها. سونج هو بيتجمد من الرعب، وفجأة يونغ سوك بتظهر وراه وهي لابسة الطقم التاني، بتشوفه هو ماسك الكيس وعينيها بتطق شرار لأنه اكتشف سرها. بتجري على أوضة تانية تجيب طفاية الحريق، والراجل الغلبان قاعد مكانه مش عارف يتحرك من الصدمة. في الحاضر عيلة سو يون بيشربوا شاي مع سونج هو والكلب بتاعه والجو لطيف. فجأة التليفون بيرن، سو يون بتطلع أوضتها ترد، بتسمع على الخط التاني صوت سونج هو في الماضي وهو بيعيط، وصوت يونغ سوك بتشتم وبتقول إن هدومها الجديدة اتبهدلت دم. الخط بيقطع، سو يونغ بتحس بإحساس وحش وبترجع تنزل تحت، بتلاقي إن سونج هو مش موجود. مش بس كده، أبوها وأمها بيقولوا لها إنهم عمرهم ما سمعوا عن الاسم ده، سونج هو ما بقاش ليه وجود. بتجري على مزرعة الفراولة بتاعته بتلاقيها مهجورة. سو يون بتروح قسم الشرطة تسأل عنه، الضابط الصغير ما يعرفوش، لكن الضابط الكبير العجوز أول ما بيسمع
الاسم وشه بيتغير. بيقول لها أنت بتسألي عن واحد ميت من 20 سنة ليه؟ الصدمة بتلجم سويون. الضابط بيدخلها مكتبه وبيوريها ملف القضية مكتوب فيه إن سونج هو اتقتل على إيد يونج سوك في بيتها. في نفس الوقت في الماضي بنشوف نفس الضابط الشاب بيروح بيت يونج سوك يسأل عن سونج هو قبل ما يعرفوا إنها القاتلة. بتحاول تكذب وتقول إنها ما تعرفوش، لكن الضابط الشاب بيلاحظ إن كلامها مش راكب على بعضه. بيشوف علبة الفراولة وبيحس إنها بتكذب. الشكوك بتزيد عنده لكنه بيمشي. سويون الكبيرة بتروح تكلم سون هي صاحبة المحل، وسون هي بتحكي لها الحقيقة المرة. يونج سوك كانت بتمثل عليها إنها طيبة، وفي يوم حاولت تقتلها، ولولا أمها بالتبني أنقذتها كانت زمانها ميتة. بالليل يونج سوك بتتصل بسويون وهي بتسيح أجزاء الجثة عشان تتخلص منها. سويون بترد وبتواجهها: أنت قتلتي سونج هو. يونج سوك بتكذب، فسويون بتقرا لها عنوان خبر من المستقبل بيقول إن الشرطة قبضت عليها كقاتلة متسلسلة واتحكم عليها بالسجن مدى الحياة. يونج سوك لما تعرف إنها كده هتتقفش بتبطل تمثيل وبتعترف، وبتطلب من سويون تعرف لها إزاي الشرطة مسكتها عشان تقدر تمنع ده يحصل. سويون بترفض وبتقفل السكة في وشها، لكن يونج سوك بتفضل تتصل بجنون. وفجأة وهي بتتصل جرس الباب بيرن. يونج سوك بتفتح بتلاقي سويون الصغيرة وأبوها واقفين قدامها بيسألوا عن أمها بالتبني اللي كان عندهم ميعاد معاها في مكتب العقارات. يونج سوك بابتسامة شيطانية بتعزمهم يدخلوا يستنوها جوه. في الحاضر سويون قاعدة مع أبوها في العربية وهو ملاحظ إنها قلقانة، بيخليها تسوق عشان يفرفشها. لكن في الماضي يونج سوك بتجهز عشان تأذي أبوها. سويون الصغيرة قاعدة بتاكل فراولة، وفجأة بتشوف يونج سوك بترش أبوها بطفاية الحريق. في نفس اللحظة في الحاضر سويون وهي سايقة في نفق بتشوف أبوها جنبها بيختفي وبيتحلل قدام عينيها، والعربية بتتكسر والواقع بتاعها بينهار للمرة التانية. بتصحى تلاقي نفسها لوحدها في النفق من غير أبوها. يونج سوك في الماضي بتمسك سويون الصغيرة وبتقول لها: موت أبوكي ده غلطتك عشان ما ردتيش على التليفون. سويون بترجع البيت بتلاقيه متدمر ومكتوب بالدم على الأرض: سويون ردي على التليفون. والتليفون بيرن، بترد فورا. يونج سوك بتبدأ تستفزها وتوصف لها إزاي قتلت أبوها. سويون بتصرخ وبتهددها، لكن يونج سوك بترد عليها بهدوء مرعب وبتقول لها إن سويون الصغيرة معاها دلوقتي متكتفة في كرسي. بتهددها لو في خلال ساعة ما عرفتش إزاي الشرطة هتقبض عليها هتقتل أمها هي كمان. سويون بتقرر تلعب نفس لعبتها، بتبعت يونج سوك لمكان هي عارفة إنه هيحصل فيه انفجار غاز، وبتقول لها إن الراجل اللي لقى السكينة هيكون هناك. لكن للأسف يونج سوك بتلحق تخرج من المبنى قبل ما ينفجر. بتتصل بيها وهي غضبانة جدا، وعشان توريها قد إيه هي غضبانة بتصب مية مغلية على سويون الصغيرة، وفي نفس اللحظة حروق بتظهر على جسم سويون الكبيرة. وفوق كل ده يونج سوك بتكشف لها سر مؤلم: الحريقة الأولى اللي مات فيها أبوها زمان ما كانتش غلطة أمها كانت طفة الغاز، لكن سويون وهي طفلة فتحته تاني وهي فاكراه إنها بتقفله، يعني هي السبب في موت أبوها من البداية. سويون بتنهار وما بيبقاش قدامها غير إنها تلاقي المعلومة اللي يونج سوك عايزاها. بتتسلل لقسم الشرطة وتفتح دفتر الضابط العجوز وتعرف منه إزاي قبضوا عليها وتبلغ يونج سوك. في الماضي يونج سوك بتروح للراجل اللي لقى السكينة وعليها بصماتها وبتقتله هو كمان. المعلومة دي بتتمسح من دفتر الضابط في الحاضر وبيظهر مكانها معلومات جديدة عن إن أم سويون راحت القسم تبلغ عن اختفاء جوزها وبنتها. الضابط الشاب بيقرر يساعدها لما بيعرف العنوان اللي راحوه، وفجأة كل المعلومات عن يونج سوك بتختفي من الدفتر والبيت بيبدأ يتغير مرة تالتة. سويون بتقرا اللي بيحصل لحظة بلحظة في الدفتر. أمها والضابط راحوا البيت يونج سوك، بيلاقوا توكة شعر بنتها، بيطلعوا يدوروا فوق لكن ما بيلاقوش حاجة. بترجع سويون البيت في المستقبل وبتكتشف إن يونج سوك اتحولت لسفاحة تاريخية قتلت ناس كتير جدا. بتنزل الأوضة السرية وتلاقي التليفون هناك. في الماضي أم سويون بتجيلها فكرة تتصل على موبايل جوزها، بتستخدم تليفون يونج سوك عشان تتصل، لكن المكالمة ما بتوصلش لجوزها. المكالمة بتروح من الماضي للمستقبل. سويون في المستقبل هي اللي بترد وأمها بتصرخ فيها: اطلعي من البيت، اخرجي حالا. وفجأة يونج سوك بتضربها على راسها والخط بيتقطع. في الماضي يونج سوك بتقتل الضابط قدام عيون الأم وتبدأ مطاردة مرعبة. في نفس الوقت في الحاضر يونج سوك الكبيرة بتطارد سويون في البيت المتدمر. الأم في الماضي بتستخبى في نفس الأوضة اللي سويون بتستخبى فيها في المستقبل. فجأة التليفون بيرن. سويون المستقبل بترد، بتسمع صوت أمها اللي كانت بتحاول تتصل بالشرطة. سويون بتقول لها تهدى وتدور على أي سلاح. الأم بتلاقي طفاية حريق وبتستنى يونج سوك تكسر الباب، لكن يونج سوك بتستخدم خطة شيطانية، بتحط سويون الصغيرة قدام الباب وهي بتعيط. الأم بتفتح ويونج سوك بتهجم عليها بالسكينة، وقبل ما يونج سوك تغرز السكينة في الأم سويون الكبيرة في المستقبل
المستقبل بتصرخ وأمها في الماضي بتمسك السكينة بإيديها. بيبدأ صراع على السكينة وسويون الكبيرة بتشوف آثار الدم بتظهر على حيطان الأوضة في زمانها. يونج سوك الكبيرة بتدخل الأوضة على سويون أخيرا، لكن في لحظة بطولية أخيرة أم سويون في الماضي بترمي نفسها على يونج سوك وهما الاتنين بيقعوا من فوق السور العالي بتاع السلم. وفي نفس الثانية يونج سوك الكبيرة في المستقبل بتختفي في الهواء وبتلاقي سويون نفسها في البيت المهجور لوحدها تماما. في المشهد الأخير سويون بتجري على المقابر بتعيط وبتصرخ وفاكرة إن أمها كمان ماتت، لكن وهي واقفة قدام قبر أبوها بتسمع صوت بينادي عليها. بتبص وراها بتلاقي أمها واقفة سليمة ومبتسمة وبتقول لها أنت بتعيطي ليه؟ سويون بترمي نفسها في حضنها وهي مش مصدقة إن أمها لسه عايشة وبصحة جيدة، وأخيرا بتدرك إنها أم عظيمة جدا وإنها ضحت بنفسها عشانها. نهاية تبان سعيدة، لكنها بتسيبك تفكر يا ترى إيه التمن اللي هما الاتنين دفعوه عشان يوصلوا للحظة دي. وهنا بتخلص حلقتنا، أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.